السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي نعمل البخاري. زي ما انتوا شايفين كده، اول حاجة هتجيبي الحلة وتحطي فيها شوية كده من الزيت الذرة، وبعد كده هتنزلي الدجاج بتاعك سواء قطع او كامل على بعضه زي ما انتوا شايفين. تتحمر كده من الجهتين، تشيليها وعلى طول تبدأي تنزلي على طول ببصل مكعبات. البصل في البخاري ما يبقاش مفروم ناعم قوي، لازم يبقى مكعبات زي ما انتوا شايفينه كده. سيبيه يدبل ما يتحمرش، وعلى طول هننزل باقي المقادير بتاعتنا. هننزل الجزر المبشور، وهننزل كمان البهارات الناعمة والصحيحة. البهارات بتكون عبارة عن قرنفل وحبهان وقرفة وكمان كمون حب، وكل اللي انا قلته ده بتحطي منه ناعم وصحيح. طبعا البهارات نزلتلك على الشاشة علشان تكوني عارفة بتكوني حاطة ايه بالظبط. ودلوقتي على طول بننزل بمعلقتين كده كبار او معلقة كبيرة من الصلصة البيوريه. لو انتي هتحطي طماطم فريش، ويفضل المرحلة دي ان انتي تحطي معلقة من الصلصة البيوريه وتكملي بيه طماطم فريش عشان طعم الاكلة بتاعتك. ما تنسيش تظبطي في المرحلة دي الملح. زي ما انتوا شايفين كده حطيت الملح، تمام كده. دلوقتي هحط عبارة عن معلقة كبيرة من الثوم المفروم مع الجنزبيل. ثوم وجنزبيل مفرومين مع بعض. وطبعا على طول هنزل على طول بالفراخ بتاعتي اللي حمرتها. طبعا بوسع كده مكان ليها علشان كنت عاملة 2 فرخة زي ما انتوا شايفين كده، وهغطي عليها وهسيبها تستوي نص سوا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بصوا كده بتغلي كده، هسيبها تستوي نص سوا. وبعد ما بتستوي نص السوا بتاعها على طول بشيلها من الصوص ده كله، الخلطة بتاعتنا دي كلها، وبنزل بالرز. الرز اللي انا بستعمله ينفع في الوصفة دي المزة او السيلة البسمتي، ولكن ما ينفعش فيها البشاور. البشاور ما بيتحملش الطبخ، فيفضل الانواع اللي انا ذكرتها دلوقتي افضل. دلوقتي بزود المية وبحط حمص، وكمان بحط الزبيب اللي عندي ايراني، وكمان بحط الزبيب اللي هو الاحمر ده كمان على حسب ما انتي عايزة. دي اسهل طريقة للبخاري. رز البخاري اسهل طريقة. في طرق تانية بتكون اصعب، ولكن انا حبيت اسهل الامر شوية. هو نفس النتيجة ونفس الطعم بالظبط. دلوقتي الطاسة دي فيها جزر، انا قطعته كده شرائح بالطول علشان اعمل شكل حلو جدا للطبق بتاعي. وبعدين بسيبه يتحمر زي ما انتوا شايفين. بنزل عليه بالحمص المسلوق، وكمان بنزل عليه بشوية كده من الزبيب اللي عندي. دي حاجة اختياري، دي بس عشان تزيني بيها الطبق بتاعك ويبقى شكله لطيف. طبعا الفراخ بعد ما بشيلها من الصلصة اللي عملناها في الاول بدخلها الفرن علشان تاخد وش احمر زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. طبعا تقدري تخلي شكل الفراخ زي ما انت عايزة تحمريها قوي زي ما انا محمراها كده، او تخليها لونها افتح من كده على حسب ما انت عايزة. وبألف هنا وشفا ان شاء الله لكل اللي يجربها.